بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نحول صوره عاديه لفيكتور. هنحمل صوره بعد كده نرفعها للستريتور وبعدين نحولها لفيكتور بسرعه جدا. هتروح على الفري باك. انا يعني اي موقع عادي، بس انا حبيت اخش على الفري باك. عجبتني الصوره دي الحقيقه، عملت لها داونلود فهي موجوده اوريدي عندي على الديفايس. الصوره دي كل اللي هتعمله هتروح على الستريتور، تعمل فايل نيو، تسمي البروجكت بتاعك مثلا اي حاجة فيكتور، وتخليه هنا بالبيكسلز والمقاسات اي حاجة مش تفرق، وتدوس اوكي. هيفتح معنا بروجكت جديد. بعد كده هنروح على الفايل اللي فيه الصورة ونعمل دراج اند دروب. بعدين هنحاول نصغر الصورة دي بحيث تاخد حجم الكومبوزيشن بتاعنا، وده اختياري يعني مش اساسي، بس انا الحتة دي فيها تريك عايز اقول لكم عليها. الصورة لو حبيت تصغر حجمها من هنا كده هتلاقيها تعمل معاك كده، وده مش حلو خالص. ولو من الاتجاه الطولي نفس الفكرة. فاحنا الحل ان احنا ايه، هندوس على الشيفت ونيجي من الزاوية ونسحب. لو سحبت هتحافظ على طول العرض بتاع الصورة، سواء تكبر او تصغر. هنصغر الصورة شوية عشان تاخد حجم مساحة العمل بتاعتنا. دوس على الارت وسكرول. تمام. بعد كده هنروح علشان نحول الصورة بتاعتنا بقى الفيكتور. هتلاقي هنا تعمل سيلكت على الصورة، وهتلاقي في حاجة اسمها ايمج تريس، سيلكت عليها. هيطلع معاك 5 اوبشنز. اول حاجه هاي فيديليتي فوتو، يعني الصوره يكون فيها تفاصيل، يجيب لي التفاصيل اللي في الصوره، وده محتاج ان يكون الجهاز بتاعك الكواليتي الامكانيات بتاعته عاليه والرامات بتاعته عاليه والفيجا بتاعته عاليه علشان ما يهنكش منك. لو فيديليتي تفاصيل اقل. 3 كولرز، هيكون في عندك 3 الوان بس هما في الصوره اللي هيبقى واضحين. 6 كولرز دول 6 الوان، وده 16 لون. فاحنا هنحاول نجرب اللي هي ال 16 لون. هتدوس عليها يطلع لك الرسالة دي tracing may proceed slowly with the large image، يعني بيقول لك ان هو ياخد وقت لو الصورة كبيرة. هتدوس اوكي، هتديله وقت شوية هيبروسس. علشان كده انا بقول لك اللاب يعني محتاج اللابتوب يكون امكانياته عالية شوية. صوتي شغال اهو شغال. طبعا الفيديو اخد وقت شوية عشان زي ما قلت لك الموضوع بيبقى تقيل على اللابتوب. بعد ما يخلص هتدوس expand. دلوقتي بقت الصورة بتاعتك متحولة لفيكتور. حتى انت لو عملت سيلكت هتبقى بالشكل ده. فتحت اللايرز هتلاقي بقى عندك هنا لايرز. لو عملت كليك على الارو ده واخترت ريليز تو لاير سيكونس، هتتقسم لطبقات بالشكل ده. تعال نجرب بقى نفصل حاجة. انا لو عملت كده رايت كليك، تعمل سيلكت على الصورة الاول، بعد كده رايت كليك ان جروب، بحيث تبقى كل حاجة لوحدها. بعد كده صراحة موضوع الفصل هنا هيبقى رخم حبتين، فاحنا ممكن نحاول نفصل حاجة مثلا. مثلا حاجة شبه الصورة دي، هتضطر بقى تحدد كل جزء فيها كده. تمام. وتعمل يعني مثلا هتروح هنا وبعدين هتعمل نيو لاير من هنا كده، يطلع لك اللاير دي. بعدين مثلا هتروح للصورة دي، هتسلكت حتة وليكن الحتة دي، وتعمل كنترول اكس، وتيجي على اللاير اللي احنا حددناها، وبعدين كنترول اف. تمام. نفس الصورة هتاخد حتة كمان وليكن الحتة دي، كنترول اكس، ونفس اللاير كنترول اف، بحيث تبقى انت
بتشيلها وبتحطها في نفس المكان بس في لاير منفصله، بحيث لما تيجي تخفي اللاير او تظهرها يبقى هما في نفس مكانهم، ما تغيروش من مكانهم. وهكذا بقى، يعني مثلا هتروح الحته دي كنترول اكس، بعدين على نفس اللاير كنترول اف. ممكن اغير اسم اللاير بحيث تبقى مميزه معاك، مثلا تقول هنا مثلا اللي هي الصوره مثلا بالعربي، حتى صوره او فريم اي حاجه. تمام اهو صوره عشان تبقى مميزه معاك اهي. بعدين هتروح على كمان حته تانية وليكن دي برضو كنترول اكس، وتيجي هنا كنترول اف، وهكذا بقى لحد ما تجمع الصورة كلها، الحتت اللي فاضلة فيها كلها، لحد ما ممكن نعملوها مع بعض. كنترول اكس وتيجي هنا كنترول اف نو. تمام اهيت. هو عشان بس انا كنت عامل لها اخفاء، فانت بص بقى، فانت تعملها اظهار وبعدين تعمل كنترول زد، ونرجع تاني للحتة اللي كنا واخدينها من شوية. كنترول اكس بعدين كنترول اف. برضو غلطت نفس الغلطة، المفروض دي يكون دي ظاهرة كده، تظهرها الأول. اعمل كنترول زد، رجع الطبقات زي ما كانت، اظهر دي. كنترول زد تاني، لسه الطبقة دي برا مش في مكانها. كنترول زد. المهم انت فهمت الفكرة اتعمل ازاي، علشان ما يحصلش الغلطة اللي حصلت معايا دي. المفروض الطبقات بتاخدها من هنا عمال اظهار اهو كده، مفيش حاجة برا. هتاخد كل جزء كنترول اكس وانت عامل اظهار لللاير، كنترول اكس وبعدين تروح على اللاير كنترول اف عشان تبقى في نفس مكانها. حتة تانية كنترول اكس وتروح على اللاير كنترول اف. هنا مثلا كنترول اكس بعدين كنترول اف، وهكذا. تمام، بحيث لما تخلص كل الحتت او الاجزاء اللي هي مرسومه بيها بقى فيكتور دلوقتي، هتلاقي نفسك خلصت الصوره كلها، وفي لاير لوحدها تقدر تتحكم فيها. كل اجزاء الصوره بالشكل ده، هتلاقي نفسك في الاخر قسمتها لصور. الموضوع ده حلو كل حاجه، بس هو بيبقى مرهق شويه في الفصل، غير الحاجه اللي تكون مرسومه اصلا فيكتور. اتمنى اكون فدتكم لو حاجه بسيطه. احنا كان اساس الفيديو ان انا اوريك ازاي بتحول الصوره لفيكتور، مش موضوع الفصل. لو حابين نتعمق اكتر في موضوع الفصل وناخد حته كامله نعملها عشان هتاخد وقت، سيبولي في التعليقات وان شاء الله اعملها معاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك واشهد ان لا اله الا انت. مع السلامه.